لو معاك 20,000 جنيه وبتدور على موبايل قوي فيه شاشة سوبر أموليد، مقاومة للمية، كاميرات خرافية، سماعات ستيريو سبيكر، معالج قوي جدا، كل ده من شركة كبيرة زي سامسونج، يبقى انت مش هتشتري غير السامسونج A56. الموبايل تحفة 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 حرفيا. انا مش متخيل ازاي سامسونج دلوقتي عماله تعلق المنافسين في المعالج الاكزينوس 1580 اعلى من ال7 اس جين 3، اعلى منه. تحفه تسعير مع مواصفات مع معالج قوي. ما هو بالظبط، ما هو انت عشان تنافس لازم معالج قوي. اصل المعالج القوي ده يعني مش زي ما الناس فاكره ان هو هتستخدمه في الالعاب بس، لا، المعالج ده يعني اوبتمايزيشن للبطاريه ويحافظ على البطاريه، معالجه للصور، الاداء في الالعاب، عمر افتراضي اطول. ما انت لما المعالج بتاعك يكون اعلى، التليفون هيقعد عدد سنين اطول ما يهنكش، فالمعالج ده اهم حاجه. بس وسامسونج عملت الكلام ده. بس خلي بالك من نقطه مهمه، لغايه ال 22,000 جنيه ولغايه ال 20,000 جنيه، لان بعد كده انا شايف ان الفيفو او الاوبو احسن. يعني الدايمين سيتي 8350 احسن كاداء، احسن الضعف او احسن 400 الف نقطه، حوالي 40% تقريبا او 50% الضعف. فده رقم مش قليل. فلو قدامك الاوبو رينو 13 5G كمقارنه وكاداء وعايز اداء، روح للاوبو رينو، بغض النظر عن هو ب 29,000 جنيه او ب 27,000 جنيه. لو لقيتهم في نفس السعر، لا طبعا انا افضل الاوبو. والله شكرا سامسونج، شكرا سامسونج على الاي 36 وعلى الاي 56.